مرحبا ماي سويتي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون زينين. فيديو اليوم راح اسوي مكياج على هذه الموديل الحلوة. فبداية راح اخلي فيكس بلس من ماك حتى ينعش وجهها، وبعدها راح اخلي مرطب للوجه، وجدا ضروري ترطيب الوجه قبل ما تخلون المكياج. فدا استخدم مرطب من كلينيك واللي هو خاص للبشرة المختلطة والدهنية. وبعدها جدا ضروري اخلي برايمر للوجه، بدأ استخدم برايمر من ذا بنفيت كل الزين للبشرة الدهنية والمختلطة. وبعدها بديت اغطي الحبوب الموجودة بوجهها، ضرورية هذه الخطوة. بديت اخلي كونسيلر اي خاف العيوب لونه اخضر واخليه على الحبة بطريقة الطبطبة، وبعدها حتى اغطي الهالات السوداء فراح اخلي كونسيلر لونه برتقالي فاتح. والخطوة اللي بعدها بديت اخلي كريم الاساس واللي دا استخدمه هو من ماكس فاكتور، ودا اخليه بالفرشة المسطحة ودا اوزعه على كل الوجه. وحتى اثبت الكونسيلر فاخذت بيوتي بلندر رطبة وبديت اثبت كريم الاساس بطريقة الطبطبة. وبعدها اخذت كونسيلر نفس لون بشرتها وخليته فوق الحبوب اللي موجودة بوجهها، وخليت الكونسيلر ايضا تحت الهالات السوداء حتى اتأكد بانه الهالات السوداء اتغطت ايضا. لتفتيح الوجه اخذت كونسيلر لونه افتح من لون بشرتها وخليته تحت عينها، وبعدها خليته على الحنك وعلى الجبين. وبالنسبة للكونتور أخذت هذا اللون الجوزي اللي موجود بنفس الباليت واللي هو نيكد 3، وخليته على أطراف الأنف حتى أصغر أنفها، وخليته تحت عظمة الخد على الحنك. طبعا هي عندها رصع حلوة من الأول، بس أني خليت لون غامق أيضا حتى أبرز هذه الرصع بعد أكثر، وخليت على الجبين أيضا. وهسه بديت أدمج، فبديت أدمج باللون الفاتح، وأيضا دا أدمج بطريقة الطبطبة. وكل المكياج اللي أخليه بطريقة الطبطبة حتى ما يتحرك المكياج من مكانه. هسه راح اثبت الكونسيلر تحت العين، بس قبل ما اثبته اخذ نفس البيوتي بلندر وادمج تحت العين حتى ازيل كل الخطوط اللي موجودة تحت العين. وبعدها اخلي اللوز باودر، فخليت اللوز باودر بفرشة مسطحة، واللوز باودر اللي دا استخدمه هو من لورا مارسييه كل الزين، ودائما استخدمه على كل المودلز اللي اسوي لهم المكياج. ودا اخليه ايضا بين الحاجب على الجبين، ودا اخليه تحت الكونتور اللي سويته تحت عظمة الخد حتى يبرز لي الكونتور اللي سويته. مثل ما تشوفوه برز الكونتور، ودا اخليه على الحنك وفوق الشفة. وعلى باقي الوجه دا استخدم باودر من ماك واللي هو ستوديو فيكس. وهسه راح انتقل للحواجب، فدا استخدم شادو للحواجب. فبديت ارسم بداية الحاجب لون فاتح، وبنهاية الحاجب استخدمت جل الحواجب واللي هو من انستازيا بيفرلي هيلز، وخليته على نهاية الحاجب. وحتى احدد رسمة الحاجب وابرزها بعد اكثر فراح اخلي كونسيلر على اطراف الحاجب. وهسه راح انتقل للعيون، فاستخدمت برايمر للعيون واللي هو سوفت اوكر من ماك، وحتى اثبته خليت لوز باودر على كل الجفن. استخدمت بهذا اللوك اغلب الالوان من لوراك، فاستخدمت هذا اللون الابيض وخليته تحت الحاجب. وبعدها انتقلت لهذا اللون اللي صاير على وردي وسخ من ماك، طبعا هذا بلاش، ودا اخليه على الجفن الثابت بفرشة الدمج. وراح انتقل لهذا اللون الوردي وسخ شوية اغمق من اللون اللي قبله، وراح اخليه على كسرة العين وعلى زاوية العين. دا اخلي لون اسود ودا ادمجه بفرشة الدمج. تقدرون تستخدمون اللون الاسود اللي موجود بنفس البالت، لكن اني استخدمت اللون الاسود اللي موجود ببالت علبة نيكد 2 لان احس سواده كلش حلو وغامق. وبعدها اخذت هذول اللونين وخليتهم على جفن متحرك بطريقة الطبطبة، وعلى دمعة العين خليت هذا اللون الجليتر اللي بلمعة. وهسه راح ابدي ارسم الايلاينر،
فالايلاينر اللي دا استخدمه هو من مايبيلين، وطبعا هذا الجل الايلاينر كلش غامق وكلش انصح بيه. دا استخدم ليكويد ايلاينر من نيكس لان هذا جاي على مات، فاني حبيت الايلاينر يكون مات. وبعدها خليت مسكرة اللي دا استخدمها من لوريال، وبعد المسكرة خليت رموش اصطناعية، فدا اثبت الرموش بالوسط وبعدها اثبت الجوانب. اخذت فرشة عدلة وخليت هذا اللون الوردي اللي خليت على الجفن الثابت، ودا اخليه على الزاوية الخارجية من عين السفلية، وفوق هذا اللون خليت لون اسود غامق واللي هو من نيكد 2، وحتى اكبر عينها خليت لون بيجي واللي هو من ايسودورا. وهسه راح انتقل للكونتور الباودر، فاستخدمت هذا الكونتور كيت من انستازيا بيفرلي هيلز، ودا اخلي على كونتور اللي خليته قبل حتى اغمق اللون. وبالنسبة للهايلايتر دا استخدم هايلايتر من ذا بالم ميري لومينايزر، وهذا الهايلايتر كلش احبه مثل ما تشوفوه، لمعته كلش حلوة وغامقة. هسه راح انتقل للشفايف، دا استخدم قلم تحديد من فلورمار بالرقم 229، خليت حمرة لونها وردي. واخر خطوة خليت فيكس بلس حتى يثبت لي المكياج ويبقيه ثابت لفترة طويلة. ولهنا أنا أكون انتهيت من مكياج الموديل. أتمنى يكون عجبكم فيديو اليوم. إذا حبيتوا هذا اللوك لا تنسون تسوون لايك وتنشرون هذا الفيديو حتى الكل يستفاد، واشتركون بالقناة حتى يصلكم كل فيديو جديد أنزله. شكرا لكم واشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله. أحبكم هواي. باي باي.